اهلا بيكم مرة تاني مع ملخص مسلسل تركي جديد. واولا كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايب لكم مسلسل مريم، واللي يعتبر من اقوى اعمال الدراما التركية. وعلشان ما اطولش عليك حط لايك ويلا بينا نخش في الاحداث على طول. بيبدأ المسلسل مع مريم واللي بتكون متهمة في قضية قتل، وبيكون النهاردة يوم المحاكمة بتاعتها، وبيكون وكيل النيابة في القضية بتاعتها بيكون اسمه أوكتاي. وبيفتكر أوكتاي يوم تخرجه هو ومريم، وبيشكر مريم وإنه لولاها ما كانش قدر يدخل كلية الحقوق ولا قدر يتخرج منها. وبنعرف إن هو ومريم كانوا بيحبوا بعض. وعلشان نعرف اللي حصل لمريم بنرجع بالزمن قبل المحاكمة ب3 أيام، وبنشوف شاب اسمه سافاج وهو بيشطب بيته، وبيجيب صاحب سافاج حبيبته سيفدا للبيت، وده لانه بيكون عامل ليها مفاجأة. وبتسأل سيفدا سافاج ده بيت مين، فبيقول لها ان هو خلاص بقى بيتها، وبيديها المفتاح بتاع البيت وبيعرض عليها الجواز. وبتفرح سيفدا وبتوافق فورا. وبنرجع لمريم واللي بيتصل بيها اوكتاي، وبتعرف منه ان هو خلاص خلص تدريبه وان هو من بكرة هيبقى وكيل نيابة. وبيعرض عليها اوكتاي ان هما بالليل يتعشوا سوا، وبتوافق على طول. وبنرجع لسيفدا واللي بتكون بتتفرج على البيت وبيعجبها جدا، وبتقول لسفاج ان اصحابها في الشغل هيحسدوها على الخاتم. فبيسألها سفاج انها لو كانت ناوية تكمل في الشغل اللي هي فيه، فبتقوله ان هي مجبرة على كده، لان هو طبعا مش هيكون غني زي الاول، لان بمجرد ما ابوه يعرف ان هو قرر يتجوزها هيحرمه من كل حاجة. فبيقول لها سفاج ان هي ما تقلقش وان هو هيعرف يكون مسؤول عن حياتهم كويس. وبنروح لابو سفاج واللي بيكون اسمه يوردان، واللي بيكون متضايق جدا من ابنه لانه قرر يتجوز واحدة فقيرة، ده في حين ان هو اختار له دارين واللي بتكون بنت عضو مجلس الشعب. وبيقول يوردان لمراته ان هو هيخلي سفاج ينفصل عن البنت دي بأي تمن. في الوقت ده بيروح سفاج قبر امه وبيعرفها ان هو خلاص قرر يتجوز. وفي نفس التوقيت بتكون مريم هي كمان هناك لانها بتزور قبر امها، وبتقول لها ان اوكتاي خلاص اتخرج وانه اكيد هيعرض عليها الجواز النهارده. وبترجع مريم لمحل المخبوزات بتاع ابوها واللي بتكون طبعا بتساعده فيه. وبيقول لها ابوها ان هو عارف ان اوكتاي خلص تدريبه النهارده، وبتستأذنه مريم ان هي تروح مع اوكتاي علشان يتعشوا سوا. وبنرجع لاوكتاي واللي بيكون بيخون مريم مع زميلته في الجامعة، وبتقول له ان هو امتى هيعرف مريم بعلاقته. فبيقول لها اوكتاي ان هو مش قادر يقول لها حاجة زي كده بعد كل اللي عملته عشانه. فبتقول له البنت ان مريم ما بقتش من مستواه دلوقتي، ده غير كمان ان هي مش هتقبل تبقى عشيقته طول الوقت. فبيوعدها اوكتاي ان هو هيعرف مريم كل حاجة على العشاء النهاردة، وبتدي له دبوس للبدلة واللي بيكون هدية تعيينه النهاردة. فبيشكرها اوكتاي وبيمشي. في الوقت ده بتكون مريم بتجهز للعشاء، وكمان اوكتاي بيكون بيجهز هو كمان. وبتقول له ام اوكتاي ان هي ما تعبتش في تعليمه علشان يروح ياخد في الاخر واحده فقيره زي مريم. وبالليل بيروح سافاج ياخد دارين من المطار، وبيحكي لها سافاج ان هو خطب وانه بيحب خطيبته جدا. فبتتضايق دارين وبيقول لها سافاج ان هو متاكد ان هي كمان شبهه ومش هتوافق تتجوزه علشان طبعا مصالح اهلهم. وبيقول لها ان هو هيعرف ابوه بالموضوع، وبيطلب منها كمان انها تدعمه وان هو مش هينسى لها الجميل ده هو وحبيبته، وهيخلوها كمان شاهد على العقد بتاع جوازهم. في الوقت ده بتجهز مريم وبيروح اوكتاي علشان ياخدها، وبيقابل ابوها وبيديله كارت مساعد مستشار، وبيعرفه ان هو صاحبه من ايام الجيش وانه كمان زبون عنده. وبيقول له ان هو لو احتاج حاجه يبقى يتصل بيه. فبيشكره اوكتاي جدا. وفي الوقت ده بيوصل سافاج ودرين للقصر، وبنعرف ان صاحبه بيكون ابن المربيه بتاعته ولكنه بيعتبره زي اخوه. وبتسأل مرات ابو سافاج دارين اتكلموا في ايه، فبتعرفها دارين ان سافاج قال لها انهم مجرد اصحاب وان هو خاطب وبيحب خطيبته جدا. فبتقول لها ان هي متهتمش وان يوردان مش هيسمح ان الموضوع ده يتم. فبيتخانق سافاج مع ابوه يوردال وبيقول له ان هو قرر يتجوز سيفدا. فبيعرض عليه ابوه حل ان هو ممكن يتجوز دارين وتفضل سيفدا عشيقته. فبيقول له سافاج ان هو مش شبهه وانه مش هيعمل في مراته زي اللي انت عملته في امي زمان. فبيهدد ابوه ان هو بمجرد ما يتجوز سيفدا هيحرمه من كل حاجة، ولكن سافاج ما بيهتمش. وبيقرر ابوه ان هو يطرد المربية بتاعته وابنها، وبياخد منهم البيت اللي عايشين فيه كمان، وده طبعا علشان يضغط على
ابنه. فبيسيبوا سفاج وبيمشي، وبنروح لمريم واوكتاي، واللي بتقول له مريم ان هي مش مصدقه ان اخيرا عدى 10 سنين، ولكن اثناء كلامهم بتوع علبه دبوس البدله اللي جابتها له حبيبته، وبتفتكر مريم ان دي علبه خاتم جوازهم وبتفرح جدا. وبنرجع لابو سفاج واللي بيسأل دارين انها لو كانت عايزه تتجوز ابنه، فبتقول له دارين انها فعلا عايزه كده، بس سفاج مش عايز لان ابنه مضحوك عليه وان خطيبته طمعانه فيه مش اكتر، وبيطلب منها ان هي تساعده. فبتوافق دارين، وبيتصل سفاج بسيفدا وبيتفقوا ان هم يتقابلوا في بيتهم بالليل بعد شغلهم. فبتوافق سيفدا، وبنرجع لمريم واللي بتستنى طول الليل علشان يعرض عليها اوكتاي الجواز، ولكنها بتتفاجئ لما بيقوموا يمشوا، وكمان ما بترضاش انها تسأله. وفي الوقت ده بتكون سيفدا خارجة من شغلها، وبتكون دارين مستنياها وبتطلب منها دارين انهم يتكلموا، وبتركب معاها العربية. وفي الطريق بتقول لها سيفدا ان سفاج حكى ليها انك صديقة طفولته، لكني عارفة انك بتحبيه. فبتقول لها دارين ان ابوه مش هيسمح لابنه وكمان وارثه الوحيد ان هو يتجوز واحدة فقيرة، وكمان بتعرض عليها فلوس كتير مقابل ان هي تسيب ابنه. فبتقول لها سيفدا ان هي مش عايزة فلوس وان هي عايزة تربي ابنها مع سفاج. فبتتصدم دارين ان سيفدا حامل، وبتقول لها سيفدا انها هتعرف سفاج الخبر ده النهارده. فبتطردها دارين من العربية على الطريق السريع، ولكن وهي نازلة بيقع منها تليفونها في عربية دارين. وفي الوقت ده بيتصل بها سفاج وبترد عليه دارين لكنها مش بتتكلم، وبترمي تليفونها من الشباك. فبيقلق سفاج على سيفدا جدا. وفي الوقت ده بتكون مريم واوكتاي في الطريق، وبيقول لها اوكتاي ان هم محتاجين يتكلموا، وبيشكرها على كل حاجة عملتها معاه، ولكنه لسه هيكمل. لكن مريم بتقاطعه وبتقول له انها عملت كل ده ليهم، وان مفيش فرق بينهم، وان العملية واحد. فبيسكت اوكتاي وما بيقدرش يقول لها حاجة، ولكنهم في الوقت ده بيكونوا هيعملوا حادثة. وبيتصل سفاج بصاحبه واللي بيكون ساكن جنب شغل سيفدا، وبيعرفه ان هو قلقان عليها. فبيقول له صاحبه ان هو هيروح علشان يشوفها. وبنرجع لاوكتاي واللي بتسأله مريم احنا خبطنا ايه، وبينزل اوكتاي من العربية وبيتصدم لما بيلاقي ان هو خبط بنت مع البرميل. فبيجري على العربية ان هم خبطوا برميل مش اكتر، وبيسيب البنت وبيمشي. وبيروح صاحب سفاج يطمن على سيفدا، وفي الطريق بيشوفها واقعة على الارض، وبنعرف ان البنت اللي خبطها اوكتاي دي هي كانت سيفدا. وبيتصل بسفاج وبيعرفه اللي حصل. وبيوصل اوكتاي البيت وبيقول لمريم ان هو هيطلب لها تاكسي، فبتقول له ان هي هتروح بعربيتها. فبيخاف اوكتاي وبيقول لها ان هي تسيبها له يصلحها وبعدين هيرجعها لها تاني. وبيروح اوكتاي علشان يغير هدومه، ولكنه بيكتشف ان دبوس البدله اللي جابتها له حبيبته وقع منه وقت الحادثه. وبترجع مريم وبيشوفها ابوها وبيتخض وبيسالها ايه اللي حصل، وبتعرفه مريم ان هم عملوا حادثه صغيره ولكنها كويسه. وفي الوقت ده بيطلب اوكتاي تاكسي وبيروح مكان الحادثه علشان يبلغ الاسعاف كانه شافها صدفه، ولكنه بيلاقي الشرطه والاسعاف وصلوا وبياخدوها المستشفى. وبيدخل اوكتاي موقع الحادث بصفته وكيل نيابه، وده علشان يعرف وصلوا لايه، ولكنه بيعرف ان الموضوع ده كان بسبب المطر. كل الادله اتمسحت وان مفيش قدامهم غير الكاميرات. وبيوصلوا للمستشفى وبيكون سفاج خايف جدا. وبنشوف ان الطب الشرعي لقى دبوس البدله بتاع اوكتاي. تاني يوم بتقرر مريم تروح تصلح العربية، وده علشان ما تكلفش اوكتاي فلوس. وبنرجع لسافاج واللي بيعرفوا الدكتور ان هي في خطر وان هم ما قدروش ينقذوا الطفل. وقتها بيتصدم سافاج ان سيفدا كانت حامل. في الوقت ده سيفدا بتتعب وقلبها بيقف وبتموت. فبينهار سافاج وبيكون حزين جدا. وبتروح ملاك علشان تصلح عربيتها، وبنعرف ان هي هتتكلف 4000. فبيقول لها الميكانيكي ان هي توديها التأمين، وده علشان ما يعرفش ان اوكتاي عمل حادثة في اول يوم بقى في وكيل نيابة. ولكن الميكانيكي بيكون عارف انها مش هتقدر تعرف، فبيقرر ان هو يوديها من وراها تاني يوم. وبيطلب اوكتاي من رئيسه ان هو يمسك قضية سيفدا، وده لانه شاف الحادث صدفة. ولكن اوكتاي بيتصدم لما بيعرف ان البنت ماتت. وبتوصل دارين لسافاج المستشفى وبتسأل عن اللي حصل، وبتعرف ان سيفدا ماتت. فبتسأله دارين عن اللي خبطها، ولكن سافاج بيقول لها ان هو اللي هيلاقيه بنفسه. وفي الوقت ده بيوصل لاوكتاي ملف القضية، وبنعرف ان واحدة من العربيات اللي مشتبه فيهم
معاهم هي عربية مريم، فبيعرف ان هي ودتها التأمين علشان كده اشتبهوا فيها. وفي الوقت ده بيوصل سافاج لأوكتاي وبيسأله أوكتاي لو عندك اي معلومات تساعدنا بيها، فبيطلب منه سافاج ملف القضية، فبيقول له أوكتاي ان ده ممنوع لان دي معلومات سرية. فبيتخانق معاه سافاج وبيقول له ان هو عاوز نسخة من الملف ده على مكتب ابوه، فبيطمنه أوكتاي ان هو هيبقى يبعت له نسخة. وبنرجع لمريم وبيتصل بها أوكتاي وبيتخانق معاها ان هي ودت العربية تتصلح، وان هو قال لها ان هي هتصرف كتير لكنها ما سمعتش كلامه. فما بتكونش مريم فاهمة هو متضايق ليه، فبيسألها ان هي لو جابت اسمه ان هو اللي عمل بيها حادث، فبتقول له مريم لا. وبنرجع لدرين واللي بتتكلم مع ابو سفاج وبتكون خايفة لان اكيد كاميرات المراقبة صورتها هي وسيف ده. فبيوريها يوردال ملف القضية وبيقول لها الصور دي اختفت للأبد. وبيوصل عندهم سفاج وبيسأل أبوه مريم بتعمل ايه هنا، فبيقول له إن هي بعد ما عرفت الحالة اللي انت فيها جت على طول المستشفى علشان تطمن. وبيطلب منها يوردال تسيبهم لوحدهم، وبيقول له يوردال ملف قضية حبيبتك هنا وإنك كمان تقدر تشوفه لو حابب. فبيقدر إن هو يساعده، والجاني في القضية دي هياخد أكبر عقوبة. وبيسأله سفاج عن المقابل، فبيقول له يوردال يسمع كلامه ويتجوز درين، وفي المقابل هيساعده علشان ينتقموا من المجرم. وفي الوقت ده بيفحص أوكتاي كاميرات الرادار وبيأمرهم ان هم يتحروا عن كل العربيات الا العربية الرمادي. تستغرب المساعدة، فبيقول لها أوكتاي ان هو النائب بيقول لها تنفذ الاوامر وما تتدخلش في اي حاجة. وبنرجع لسافاج واللي بيكون بيقرا ملف سيف ده، وبيجي صاحبه بيقول له انه عرف ان العربية اللي باسم مريم الوحيدة اللي اتصلحت في التأمين امبارح. فبينزل سافاج على شركة التأمين فورا، وفي الوقت ده بيروح مساعدين أوكتاي يدوروا انهي عربية في اللي عدوا من الرادار عملت حادثة، وبيعرفوا فعلا ان هي عربية مريم. وعلى طول بيبلغوا أوكتاي بالموضوع ده، فبيتعصب أوكتاي من ده جدا. وفي الوقت ده بتكون مريم في طريقها للمحل بتاع ابوها، وبيحاول أوكتاي ان هو يتصل علشان يحذرها ولكنها بتنسى تليفونها في العربية. وفي الوقت ده بيكون سفاج في طريقه ليها هو كمان، وبيوصل سفاج وبيشوفها ولكن صاحبه بيمنعه وبيدخل وبيقول لها ان الشرطة هتتصرف. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة وبتسأل مريم لو كانت العربية اللي بره دي تبعك، فبتأكد لهم ان هي عربيتها فعلا، وبيقولوا لها ان عربيتها امبارح عملت حادثة. وبيسألوها مين اللي كان سايق العربية، فبتكذب مريم وبتقول ان هي اللي كانت عاملة حادثة. وفي اللحظة دي بيسمعها سافاج وبيكون هيهجم عليها، ولكن ما بتكونش مريم فاهمة اي حاجة. وبتسألها الشرطة لو كانت لوحدها، فبتقول لهم فعلا ان هي كانت لوحدها، ولكنهم بيسألوها ليه ما بلغتش، فبتقول لهم لان هي خبطت برميل ودي حاجة مش مهمة. وبتاخدها الشرطة، وبيقول سافاج لصاحبه ان هو يعرف له كل حاجة عن البنت دي. وبنروح ليوردال واللي بيعرف ان المتهمة في قضية سيف ده اتقبض عليها، وبيسأل يوردال مين النائب في القضية، فبيقول له الموظف ان هو نائب جديد وان دي اول قضية ليه. وبتوصل مريم لاسم الشرطة وبيدخلوها للنائب علشان يحقق معاها. فبتتفاجئ مريم ان هو أوكتاي وبتروح وبتحضنه، وبيقول لها أوكتاي ان هي ما تخافش. وبيسألها هي ليه قالت ان هي اللي كانت سايقة، فبتقول له مريم ان هي خافت ان هو يتأذي في شغله. فبيقول لها أوكتاي ان هي ما تعرفش المصيبة اللي وقعت نفسها فيها، فبتقول له ان ده مجرد برميل. فبيقول لها أوكتاي ان هم امبارح خبطوا بنت بالغلط وانه بسبب المطر والضلمة اكيد ما شافهاش. فبتتخض مريم وبتسأله البنت ايه اللي حصل لها، فبيقول لها أوكتاي ان هي للأسف ماتت، وكمان بيقول لها ان هم ملهمش ذنب في ده. وبيكذب عليها وبيقول لها ان هو ما شافهاش اصلا، وبيقول لها ان هم ما عملوش حاجة وانه كمان هيطلعها براءة من القضية. وبمجرد ما بتطلع مريم من أوضة النائب بيشوفها سافاج وبيتخانق معاها، وبتحلف له مريم ان هي ما كانتش تعرف عن البنت اي حاجة. فبيقول لها سافاج ان هي كانت حامل في ابنه، فبتتصدم مريم وبتقول له يا ريتني كنت مت مكانها. فبيقول لها سافاج من بعد النهارده هيخليها فعلا تتمنى الموت كل يوم. وفي الوقت ده بيروح أوكتاي وبيحذف اي حساب شخصي ليه واللي بيكون جايب فيه سيرة مريم او اي صورة تصوروها مع بعض. وبيراجع مساعد أوكتاي كاميرات مراقبة المطعم اللي بتشتغل فيه سيف ده، وبيشوف ان هي ركبت مع درين. وبيعرف أوكتاي ده وبيقول له ان الفيديو ده اتحذف من ملف
القضية، وبيعرف ان دي بنت عضو مجلس الشعب. فبيقول له اوكتاي ان هو ما يعملش اي حاجة وانه هيتصرف. وبينزل اوكتاي وبيلاقي ابو مريم مستنيه وبيطلب منه ان هما يطمنوا على بنته. فبيعرفوا اللي حصل وبيقول له ان مريم هتبات النهارده في القسم وبكره ان شاء الله هتكون في المحكمة. فبيقول له ابوها وده حصل ازاي وانت معاها؟ فبيقول له اوكتاي ان هو لو حد عرف ان كنت معاها مش هقدر اساعدها. وفي الوقت ده بيكونوا مساعدين اوكتاي بيحققوا مع مريم، وان لو شافتها مستحيل كانت تسيبها وتهرب. وبيروح اوكتاي القصر وبيقابل ديرين وبيعرفها ان هو لقى الفيديو اللي حاولوا ان هما يخفوه. فبتقول له ديرين ان هما عملوا كده علشان ما يلهوش العدالة، وان الاحسن ان هما يركزوا على القاتل. فبيقول لها اوكتاي ان ده مش شغلكم. فبتقول له ديرين ان هو هيكون ليه مستقبل كبير بس ده بالسكوت مش بأي حاجة تاني. وبيطلع اوكتاي وبيقابل يوردال، وفي الوقت ده بيكون يوردال بيتكلم مع ابنه وبيديله يوردال ملف مزور وبيعرفه ان الملف ده ان اللي خبطت سيفدا هتتحاكم بأقصى عقوبة. وبيكون الملف ده كان فيه اتهام لمريم انها كانت سايقة تحت تأثير الكحول. فبيقول له سافاج ان هو مش عايز ادلة مزيفة. فبيرد عليه يوردال وبيقول له انك ما عندكش حل تاني، وده علشان طبعا تنتقم منها والا هتتحاكم كام شهر وهتطلع. وبيقول له سافاج ان هو عايز ايه في المقابل. فبيقول له يوردال ان هو عارف ان هو حب سيفدا بجد وان هو مش هيحب تاني، وبما ان هو مش هيحب تاني يبقى يتجوز ديرين وهي كده كده بتحبه. وبيطلع اوكتاي يتكلم مع سافاج وبيقول له سافاج ان هم عرفوا ان هم قبضوا على القاتل وان هي هتتحاكم باقصى عقوبة. فبيقول له اوكتاي ان مفيش حاجة هتخليها تتحاكم بعقوبة زي دي. فبيوري له سافاج الملف. فبيقول له اوكتاي ان الملف ده مزور وان محدش حللها اصلا. فبيقول له سافاج ان هو يقدم الملف ده ويطلب اي حاجة في المقابل. فبيرفض اوكتاي وبيمشي. وبنرجع لمريم وبيطلع تحليل المعمل الجنائي وبيلاقوا اثار اقدام جنب الجثة، وده معناه ان مستحيل تكون هي اللي سايقة. فبتتصدم مريم ان اوكتاي كذب عليها. وبنرجع لابو مريم واللي بيقرر ان هو يجمع كل الفلوس اللي معاه علشان يقدمها لام سيفدا كدية لبنتهم يمكن ترضى تتنازل عن القضية. في الوقت ده بيروح سافاج العزا بتاع سيفدا وبتقول امها ان هي هتسامحه لو قدر يجيب لها حق بنتها. تاني يوم بتكون الدفنة بتاعت سيفدا وبيروح ابو مريم لامها وبيديها هدية وبيترجاها ان هي تتنازل عن القضية. وبيقول لها ان هو ما عندوش حد تاني في الدنيا غير بنته. فبتقول له ان بنته مش اغلى من بنتها وان هي هتعمل كل حاجة علشان تشوف بنتها مسجونة. وفي اللحظة دي بيجي لابو مريم جلطة وبيموت. وبيروح اوكتاي يقابل مريم وبتسأله ليه كذب عليها. فبيقول لها اوكتاي ان هو ما كذبش وان هو كان سكران فعلشان كده ما شافهاش. وللاسف بتصدقه مريم وبيقول لها اوكتاي ان هو هيعترف على نفسه ويخلصها من كل ده. وبتسأله مريم على العقوبة بتاعت الجريمة هتبقى قد ايه. فبيكذب عليها اوكتاي وبيقول لها ان هو مجرد كام شهر وخلاص. فبتقول له مريم ان هي مش هتسمح ان بعد تعبه ده كله يخسر وظيفته وان هي هتتحمل العقوبة دي مكانه. فبتقول له انها لو كانت مكانه كان هيعمل كده علشانها. فبيقول لها ان هو مش هيقدر يرد لها الجميل ده. فبتقول له ان هي مش عايزة منه حاجة وانها بتعمل كده علشان بتحبه. وبتسأله مريم اشمعنى اليوم ده عزمها على العشاء. فبيكتب عليها اوكتاي وبيقول لها ان هو كان عايز يتقدم ليها وده اول ما يوصلوا البيت ولكنه ملحقش يعمل كده. فبتقرر مريم ان هي تعترف على نفسها وهتقول طبعا ان هي كانت لوحدها وانها هي اللي كانت سايقة. وبيجي وقت المحاكمة وبيكون اوكتاي في الحمام وبيعرض عليه يوردال ان هو يسلم الملف بتاع اقصى عقوبة وفي المقابل ده هيخليه يمسك الشؤون القانونية للشركات وكمان هيكون له نسبة من كل صفقة الشركة بتعملها. وبيقول ليوردال ان دي اكبر فرصة هتجيلك في حياتك وانك لو قعدت نايب عمرك كله مش هتقبض غير المرتب الحكومي. وفي الوقت ده بتبدأ المحاكمة وبيقرر اوكتاي ان هو يسلم الملف وبيطلب لمريم اقصى عقوبة. ولحد هنا بيكون خلص الجزء الاول من المسلسل. وما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناة علشان انزل لك الجزء التاني واللي هكون سايبه لك في صندوق الوصف.